أسعد الله بالخير أوقاتكم جميعا أينما كنتم، جمعتكم مباركة. قضيتين مهمتين على الساحة اليمنية أو على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه في الساحة اليمنية في أرض الواقع قضايا كثير لم تخرج للإعلام، قضايا تندي لها جبين الإنسانية لكنها لم تخرج للإعلام لتنال حقها. القضية الأولى قضية الطفلة جنات. غدا هناك جلسة في المحكمة الجزائية المتخصصة بخصوص الطفلة أو قضية الطفلة جنات، ولا غريم كالقاضي من تشارع. أنا أتمنى من عصابات الحوثي في صنعاء أن ينصفوا هذه الطفلة. أنا أتمنى أن ينصفوها، وأنا مقتنعة تماما أن غريم الطفلة جنات مش بس أحمد نجد، لا، غريمها هو القاضي، غريمها هو عبد الملك الحوثي، غريمها هم القيادة الحوثية الكبيرة الذي يماطلون في هذه القضية ويحاولون أن يمرروها مرور الكرام ويحاولوا أن يجزئوا الجاني براءة. القضية الثانية هي قضية الشيخ الشهيد شهيد الغدر صادق أبا شعر. الأمر والأوجع والأبشع من قضية أو من طريقة قتل الشيخ صادق أبا شعر هي التهم الذي يلفقونها جماعة الحوثي الإرهابية للشيخ صادق. لفقوا كيف ما تلفقوا، هذا هو ديدنكم وهذه هي أخلاقكم. والتهم التي تلفقوها للشيخ صادق أبا شعر هي فيكم أنتم، ولكنكم قبل أن تقتلونا وتسفكوا دماءنا تجهزوا التهم الذي تبرروا فيها قتلنا وسفك دماءنا. لو تلفقوا كما لفقتوا. ذكرتوني بمقتل إبراهيم الحمدي عندما طرحوا له نسوان جنبه فرنسيات وقالوا كانوا وياهن، وهذا نفس الكلام. أنتو سلطان زابن في 2018 2019 اعتقل 400 امرأة. تخيلوا 400 امرأة يعتقلهن من باب المدرسة، من الشوارع، من الأسواق، من كل مكان، ولفق لهم كلهن تهم مخلة بالآداب من أجل أن يسكتوا ويقولوا يستاهلن، كان خلاص يسكتوا ويخلوهم يعملوا فيهن ما يشتوا، يعذبوهن، يقتلوهن، يذبحوهن، يشنقوهن، عادي. أهم شيء إنهم يبرروا لأنفسهم جريمتهم. من 400 معتقلة 10 فقط الذي عملوا لهن الحوثة قضايا سياسية، من ضمنهن أنا طبعا نعملوا لي قضية سياسية. قضيتي الحقيقة هي رأي عام، هي لأننا كنت انتقد الحوثة فعملوا لي قضية سياسية. هذا ديدنهم. محافظة إب، أنا عندما أتكلم وأوجه كلامي لأبناء محافظة إب، أبناء محافظة إب رجال أبطال فعلا موجودين، أبطال وأحرار. جنازة الشهيد حمدي المكحل شاهدة على ذلك، احتفالات 26 سبتمبر شاهدة على ذلك، أبطال وأحرار. ولكن الذي قوضهم هم المشايخ. أنا كلامي واضح جدا، وأنا أوجه الآن سؤال الذي يدخل يقول إلا في المشايخ حقنا بيدعسوا القع لما يكسروا الحجر نصين ولا يسكتوا على الضيم. أنا بسألهم قضية القاضي محمد حمران وين وصلت يا أصحاب محافظة إب؟ كيف حليتوها؟ إيش الحل الذي حليتوا القضية فيها؟ قضية القاضي محمد حمران كانت قضية معروفة، واختطفوه من قدام بيته وعذبوه وقتلوه رصاصة في الجبهة. الحوثة معروفين. قضية حمدي المكحل ما أتكلمش عنها لأن أنتوا أصلا ما ذكرتوهاش خالص، استهنتوا يعني انبطحتوا للحوثي وقلتوا يستحق، ليش انتقد الحوثيين؟ قضية أصحاب بعدان الذي قتلهم المشرف الحوثي في تعز فوق أرضيتهم، إن وصلتوها يا مشايخ إب؟ والآن قضية الشيخ صادق أبا شعر، هل أنتم معتقدين أن الصالات التي بتتجمعوا فيها يوميا وتصرخوا داخلها الصرخ الله الموت لأمريكا، قتلوا أمريكي ولا إسرائيلي، معتقدين أن هذا هو حل؟ إذا كنتم معتقدين أن هذا حل كلام فاضي، تمتصوا غضب أصحاب القتيل فقط أو أهل أولياء الدم فقط، وتحاولوا أن أنتم تماطلوا كل ما طالت كل ما خفت. أنا قلت لكم الحلول معروفة، إعدام لعلوي الأمير ورد اعتبار أيضا للشيخ بحق التهم الذي لفقوها له والذي بينشروا عنها. محتاجين كلمة قوية من أصحاب محافظة إب. ما لم فخلاص انتهيتوا فعلا. يعني
الانبطاح، حتى الانبطاح له حدود على فكرة. الولاء والطاعة أيضا لها حدود. كل شيء له